مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي برنامج واي نوت في كل مكان. اهلا ومرحبا بكم، وحشتوني ورمضان كريم. النهارده هتكلم عن حاجه حلوه قوي، معنى كبير ومعنى جميل بس للناس اللي تفهمه. بس هتكلم عن الصداقه. صداقه شيء كبير، شيء مهم، احساس رائع وراقي. هنتكلم فيه وهنتعمق شويه فيه، ومعايا ضيوفي اللي مشرفيني ومنوريني في الاستوديو النهارده واللي هعرفكم عليهم بس بعد ما نرجع من الفاصل. فاصل وراجع لكم اعرفكم على ضيوفي. ورجعت لكم وهعرفكم على ضيوفي. هبتدي باليمين. الضيوف اصدقاء وصديقاتي انا شخصيا اللي بتشرف بوجودهم معايا النهارده في الاستوديو، وهم اكبر مثل واكبر معنى واجمل معنى للصداقه الحقيقيه. معايا هبتدي باليمين الدكتوره ناهد زيتون، مؤسس الاتحاد العربي للمراه والطفل. اهلا يا دكتور، منوراني. ومعايا الجميله المهندسه كريمه الفايد، رئيس مجلس اداره شركه الفايد للطاقه الشمسيه. مساء الخير يا كريمه، منوراني. ربنا يخليك. النهارده عايزه اتكلم معاكم في حاجات كتير. عايزه اتكلم اهم حاجه في الصداقه. نعم. والحقيقه الصداقه بالنسبه يعني الصداقه معاكم شيء جميل، وانا شايفه ان الصداقه ليها معنى كبير قوي عندكم ومعنى مهم انتوا الحقيقه بتحترموه وبتقدروه. تكلموني بقى كده من وجهه نظر كل واحده فيكم، يعني ايه صداقه الاول؟ الصداقة بمعناها الشامل من واحنا صغيرين ممكن نبقى عندنا صداقات، بعد كده بتكبر معانا، ممكن ندخل الجامعة او نفترق، ممكن ما نشوفش بعض، بس في النهاية كنت عندي ذكريات مع صديق او صديقة في النادي، في ان انا بروح اقعد معاهم في اي مكان، اجتماع بنعمل، نروح مع بعض سينما. يعني هي دي الصداقة. بس الصداقة قوي اللي هي تو كلوزد، لا دي الصحاب بقى يعني. ما انا قصدي اقول دي الصحاب، لكن الصداقة قوي لا دي ليها معنى تاني. لا ما انا لسه هسألك بقى عن الفرق، بس اعرف الاول معنى الصداقة من كريمة. انا بالنسبة لي الصداقة بدأت معايا من وانا طالبة في اعدادي، وكان والدي يقول لي الصديق هو خير كتاب، لان الكتاب هو خير الصديق. بدأت من هنا اعرف يعني ايه معنى الصداقة من القراية، لان القرايه بتوسع الادراك للانسان. وابتديت اما اختار الصديق بختار الصديق قبل الطريق، وده حقيقي لان انت عندك معايير بتختاري بيها اصدقائك. طبعا ده اساسي. ازاي؟ اصل الصديق ده يعني يبقى واحد منك، بقى ملتصق معاكي، مش مجرد واحد على الهامش بتجريه معاكي في الكلام. ده صديق يعني بقى انت بقى يعني بتختاري اللي هو ايه، اللي زيك اللي شبهك في كل حاجه. الصديق لازم ليه مقاييس عندي، اللي شبهي، اللي احس ان انا وهو واحد. بس ما فيش حد شبه حد يعني. لا في كتير. صعب. لا مش صعب خالص، بس اختاري صح. لا مش صعب خالص. انا معايا اصدقاء من ابتدائي مستمرين معاكي لغايه النهارده ومتجوزين ومخلفين، انا الوحيده اللي بقيت جده فيهم، لكن هم معايا لغايه دلوقتي، بقالنا سنين مع بعض من ابتدائي. انا بكلمك من ابتدائي عمر. تمام. دكتوره ناهد، في فرق بين الصداقه والصحاب؟ انا بحسدها والله. ومهنية طبعا. انت ما عندكيش اصدقاء؟ لا عندي. لا عندي. لا من ابتدائي برضه صعب. انا بضحك ومبسوطه قوي بكلامها ان ما هو ممكن هنلاقي في كل قاعده طبعا لازم شواذ شويه، يبقى حضرتك من الشاذين الحلوين. فانا مبسوطه قوي ان هي مدام كريمه بتقول انا لسه عندي اصحاب من ابتدائي. طب على فكره انا عندي اصدقاء من ابتدائي. ايوه يعني اصدقاء، بس ممكن اشوفهم يعني. انا بشوف يعني اشوفهم كده. لا انا بالنسبه لي تليفونات لغايه النهارده معاهم وبيجوا البيت. ما ده جميل. احنا لسه هنتكلم على لمه الاصحاب دي جميله جدا. انا بقول لحضرتك انا يعني ممكن اشوفهم صدفه، واللي بيزعلني ان ببقى عارفه شكلهم ملامحهم بس مش فاكره اساميهم. هل شغلك ودخولك في العمل العام لا والله مش هو اللي بعدك شويه؟ لا ابدا لا مش شرط. لا مش شرط، بس هي في حتت ان دايما عندك الحنين للماضي قوي اللي هو ابتدائي واعدادي. فساعات بروح في اماكن احس ان انا فيها الريحه بتاعه الشقاوه وفيها صحابي وفيها كده، دي حنين للماضي. اتمنى اشوف حد منهم، اتمنى يبقى في تواصل. بس هل ممكن ساعات بتحصل، ساعات كتير قوي لا ما بتحصلش.
في فرق بين كلمة صديقة وصاحبة؟ طبعا كتير فرق جامد. ايه الفرق؟ لا ما انا لسه بقول لك، الصديق انت بتختاريه اللي هو شبهك في كل شيء، في اخلاقياتك وسلوكياتك ومبادئك وحياتك اللي انت اتربيتي عليها وعشتيها، فبتحسي ان انت وهو واحد. صديقك اللي هو زي مرايتك، اللي مش لما يعرف عنك حاجه غلط يجاملك، لا صديقك اللي يبكيكي مش يواجهك بالحقيقة، يبكيكي مش يضحكك. ليه؟ لان دوت من حكم الصداقه اللي بينك وبينه، سواء ست او راجل، يعني بيبقى هو دوت مقياس الصداقه بالنسبه لي. ما بتزعليش من صاحبتك لما تيجي تقول لا يا كريمه الجاكيت ده النهارده مش حلو، لا الميك اب اللي حاطاه موحشك؟ لا، ما هي مرايتي، زي ما انا بتقبلي ده؟ طبعا اتقبله جدا. كمان بتبقي حاسه ان صاحبتك بتقوله لك عشان بتحب؟ ما بتنافقنيش، مفيش نفاق. الصداقه ما فيهاش، الصحاب حاجه، الصاحب ممكن ينافق، الصاحب ممكن يكون مصاحبك لغرض ما، الصاحب ممكن لما تبقوا في مجموعه وهو يعني جواه حاجه منك يقول لحد تاني على لسانك باسلوب تاني يخلي الناس تقع في بعضها. يعني كده الصديق اقوى من الصاحب؟ طبعا الصديق ده مهدئ. طبعا ناهد، انت تزعلي لما صاحبتك تواجهك بحاجه مش حلوه فيكي او تصرف غلط او كده؟ لا ابدا. بتتقبلي ولا بتبقي من جواكي؟ لا ابدا، بس على فكره بس احس بحسن النيه. ما هو ده بقى المعيار. خلي بالك بتحسيها ازاي دي؟ لا سبحان الله، مش كل واحد طبعا بيحسها، بس في ناس عندها فوق ال6 سنس، في اوفر يعني اكتر من 6 سنس كده. في ربنا سبحانه وتعالى بيديلك حته الشفافيه، ان انت ربنا موريكي حاجات بتحسيها برضو بس الاول بصي لازم هتقفي في تجارب وهتقعي في تجارب وهتعملي تماس يا جماعه. اصل المثاليه دلوقتي في حياتنا دي مفيش. لا مفيش، انتهت. حياتنا دي انتوا بتتكلموا على 7 سنين دخيله علينا، 7 سنين جديده على حياتنا، ولا ما من قبل كمان؟ لا اكتر بكتير. عشان ما نقولش ان ال7 سنين هي اللي غير، لا من قبل كده. طب انا عايزه اسالكم سؤال، الاجواء السياسيه والاراء السياسيه واللي احنا فيها بقالنا 7 سنين خسرتكم اصحاب؟ هي مش كده بالظبط. انت شكلك خسرتي. لا هي مش كده بالظبط. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، اساسا من بعد ما ظهرت التكنولوجيا في بلدنا، النت بقى والفيسبوك والسوشيال ميديا كل دوت من ساعه ما ظهر، وابتدت الصداقه تقل تماما. ليه بقى؟ وحتى العائلات نفسها ما بقتش زي الاول، لان خلاص بقى اللي عايز يسلم على حد بيبعت له رساله في التليفون كل مش عارف قد ايه، ما هو شايفه صوت وصوره على التليفون فمش محتاج. طبعا الحاجات دي كلها اثرت جامد على الصداقه، قللت الصداقات. طبعا قللت جامد، مع ان انا اعرف في ناس عملت صداقات من صحوبيه. الصحابه حاجه والاصدقاء حاجه. الفيس بتلمي ناس كتير، بس انت غربلتي في الناس ديت، غربلتيها، عرفتي مين. يعني انا هدخل اي حد بيتي بمجرد ان انا اصاحبه على الفيسبوك هدخله بيتي. انا عارفه ان انت اي صديق لازم في البيت هنتكلم عليها. لازم اكون عارفاه كويس جدا وواثقه منه وعارفه بيته وعارفه اسلوبه وحياته. انما اجي اصاحب حد على الفيس واضيف اي حد، اساسا انا حتى على الفيس لو ضفت حد لازم يكون صديق مثلا لسوسن، تكوني عارفه، صديق للدكتوره نهاد، لازم يكونوا كمان مش اي صديق كمان ليهم. لازم اكون انا شفته مره واثنين، سواء واحده او واحد. يعني بتكلم الصداقه، مش ما بقولش صديق يعني راجل، يعني لازم يكون حد قعدت معاه وعرفت فكره ايه وحياته ازاي، وبعدين اقدر اقول يبقى صديق ليا على الفيس ولا لا. خسرتي صداقات في ال7 سنين دول دكتوره نهاد عيسى؟ لا انا عايزه اقول ان انا مختلفه شويه. اقول بس انا طيبه شويه بالحته ديت. يعني انا عملت صداقات كتير برضو، بس برضو بحذر على الفيس وكده. وبصراحه مريت بتجارب وحشه معاهم، وممكن اعزمهم في بيتي. شوفي بقى هي مدام كريمه بتقول ايه، انا بالنسبه لي حاجه ثانيه بتختلفي على ان انا عندي حته الولهليه شويه. بختلف عن الناس وبديهم الامان وكده. طبعا بصي مريت بحاجات كتير مع ناس، بس الحمد لله بحمد ربنا، لان انا ضميري يمكن طيب شويه وزياده، فربنا بينجيني من حاجات كتير جدا. حاجات ممكن يوقعوني فيها، حاجات ممكن احس ان انا مش هم دول. بس بعد شويه انا برضو بدي دايما حته ايه الشانس، لو الشانس ان انا طب نجرب تاني،
طب يلا معلش اسامح مره، انا عندي حته المسامحه كبيره قوي، بس دي فرصة. انا بقالي صراحه بامانه بقالي اكتر من سنه بعمل بقى زي اللي بتقول عليه مدام كريم، بتتحققي لو الاول جالي حد من الشخص. مثلا طبعا خلاص ادخل الاول على صفحته واشوف هو مين، لان طلع كمان ان في شباب رجاله بيبقوا عاملين ستات. لا ده كتير فطلع قوي على انا ما كنتش عارفاها يعني عارفه. بعدين لقيت برضه في ناس بتدخل من الصفحات ويبتدوا معاكي في حاجات لو سياسه، ان هم معاكي في الفكر ومعاكي في الوطنيه والدعم الوطني وكل الكلام ده، مره واحده افاجئ بحاجات ثانيه. لو نزلت بس بوست مختلف شويه وارسهم في كلمه تلاقي بقى حاجات، ويا ريت بقى في نفس الموضوع ممكن يدخل يقول لي كلام جارح. طب ده في السياسه ما حقيقة. طب بما انك قلتي جبتي سيره البوست بقى والفيسبوك، اخبار النفسانه بين الصحاب ايه على الفيسبوك؟ بس بصراحه يعني ممكن تبقي متضايقه من صاحبه ليكي او صاحبه ليكي متضايقه بيعلقوا على بعض بقى بوستات وحاجات على بس ده مش محترم، بس بيحصل كتير بيحصل طبعا، بس الحمد لله ما حصلتش معايا. بنتجاهل يعني الناس اللي بتجاهل بتبقي عارفه تقريبا انك انت عارفه الكلام بس بتجاهل. وده صح، وده صح، مفيش اهميه خالص. لا ما بردوش، بنعمل بلوك على نفسنا او نفسنا. لا قصدي بصي انت اخترتي اصحابك، فانا ما عنديش حاجه كده يعني، انا ما حصليش حاجه زي كده، بس انا اللي بتكلم عامه لو حد تعرض لموقف زي ده فهو التجاهل افضل شيء، لان انت لو رديتي بنفس الاسلوب خليتي نفسك زيه بالظبط. ما بتنزليش للمستوى. لا طبعا، لا طبعا. يفضلوا اصحابك او في الوقت نفسه ما هو بقى في تراجع بقى، فكل واحد بيراجع نفسه بقى وحساباته. ايوه ممكن الشخص اللي غلط في حد يتراجع ويقول فعلا الناس دولت كويسين فيبدا يعتذر ويتراجع، وممكن لا يبقى خلاص انت عملتي ليه اوكي خلاص. هطلع فاصل وارجع اشوف النفسانه بين الصحاب اخبارها ايه وبوستات الفيسبوك اللي بنلقح بيها على بعض. فاصل وراجع لكم. ورجعت لكم بعد الفاصل، وكان في خناقه بين ناهد وكريمه، مين بياخد على الناس بسرعه ومين بيسامح ومين ما بيسامحش، وواضح ان البوستات اللي فيها انا فتحت كده فتحت موضوع ايه حكايه واضح ان انتوا مش بتعدوها على خير اللي حصل في الفاصل ده. لا هو اللي بيحصل انا عايز اقول لك معلومه، انا ليا اصدقاء يعني اصحاب مش اصدقاء، لان احنا متفقين ان مبدا الصداقه شيء والصداقه انا ليا اصحاب ماشي. الاصحاب دول ممكن اكون اتعرفت عليهم عن طريق اصحاب برضو، بس مع المعاشره اتضح لي ان هم يعني في حاجات ممكن تسامحي فيها وفي حاجات مستحيل تسامحي فيها. هاخد منك سؤال، ايه الحاجه اللي صعب قوي تغفريها للصاحب او الصديق؟ الخيانه. الخيانه طبعا لما يخونك او يغشك وهو قاعد معاكي واكل عيش وملح معاكي، دي مستحيل. الخيانه وعلى فكره مبدئي مع اي حد حتى مع اهل بيتي، اللي يخون ملوش عندي مكان جوه، ملوش فرصه ثانيه نهائي. ناهد عيسى، ايه الحاجه اللي عمرك ما تغفريها للصاحب او الصديق؟ انها تبقى عامله واثقه فيا وفي الاخر ما تبقاش واثقه فيا وتكذبني، يا بزعل قوي ان هي كدبتك ومش واثقه فيا، يعني هي بتاخدني على قد عقلي. بس انا من حقي برضو يبقى يعني يعني اشك في كلامك سنه او اشك في كلام صاحبتي شويه، ماشي من حقي اتاكد. يبقى طلع ان مفيش ثقه في اي حاجه. انا لما اجي اقول لحضرتك مثلا خلي بالك من فلان، خلي بالك من المشوار دوت بتاع، فانا بقول لك بحب انا اعرف فهي تعتمد او هو يعند وبرضه يستمر، فدي انا بحس ان عدم ثقه. ودام مفيش ثقه بتحسي بقى ان مفيش ثقه يبقى المفروض مفيش علاقه. شويه بتحبي تسالي على اصحابك في دي في ايه بقى؟ انا دلوقتي يعني انتوا قاعدين معايا في بيتي مثلا واكلين وشاربين وكل حاجه، ولسه انا قايله الكلمه ديت ان ممكن يعني واحد من الاصدقاء او من الاصحاب يقول كلام لسوسن مثلا عني بس باسلوبه هو، في حاجه مضايقاه من جواه فبيقولوا باسلوب خلي سوسن أيوة. انا بحب المواجهه، لان المواجهه هي اللي بتخليني اعمل القط بقى. المواجهه احيانا بتعمل مشاكل او تكبر المشكله. لا المشكله. بصي هقول لك حاجه، ما من قال ليكي قال عليكي.
طبعا قال ليكي قال عليك ده شيء طبعاً. طبيعي. أيوة. ده مثل حقيقي. أيوة. فانت النهارده لما تيجي يا سوسن تقولي لي ده نهد قالت عليكي كذا كذا، اقول لك اوكي، مش هقول لك ان انا هجيبها وهتواجهيني بيها وهتفاجئوا ان انا جايباكم انتوا الاثنين واروح فاتحه الحوار. بس انت كده تبقى حاطيني في موقف صعب قوي. ما هو بصي لا ما كنتيش تستاهلي ممكن تعملي كده طبعا. لا معاها عشان اعرف مين الكذاب. ما هو الصادق انا خدته معايا صديق، والكذاب من اصحابه وكمان خلاص بقى في ناس تقول لك بريح دماغي وابعد عن اللي لا ولا قلنا ولا قال ولا انا مش حد كويس ويبقى انا اللي خسرته. انا تعبان بالعكس برافو. طبعا على القيم والاخلاق. دايما اقول كده نفس الكلام، حد يوصل لك حاجه عني يقول هاته قدامي وانت فلان قال فلان خلاص. الموبايل والفيسبوك والسوشيال ميديا والتواصل ده هل بيغنيكوا عن مقابله الاصدقاء واللمه والتجمع؟ لا انا لا وانا لا لازم تتجمعي مع اصحابك. اصل بصي انا عارفه ان بيتك ملتقى الاصحاب اصل لما بتديكي فكر تاني وحياه تانيه وبعدين بتطلع فيكي طاقه ايجابيه بتخليكي بتعيشي بقى الايام اللي جايه. مثلا لو كل اسبوع بنلتقي بقعد اسبوع كامل انا في عزه رونقي بالزياره اللي انت متمسكه بالعادات القديمه. متمسكه وخاصه الاسره كمان. دكتوره ناهد انت ممكن الموبايل والسوشيال ميديا يغنوكي عن لا انا عندي المقابله الاصحاب او جمعه حسب لا الخميس لا الجمعه لسه متمسكه بان في الاسبوع هو يبقى يوم عائلي وفي نفس الوقت معايا اصحابي الانتيم. ايوه الاصدقاء الصداق صديقي الاصدقاء الصدوق يعني بتلموهم مع الاهل ودي طبيعتي بحيث كمان يبقى في ثقافات. ممكن حد يتكلم في حاجه ممكن واحده عايزه تغني واحده عايزه تقول شعر تقول، مش اللي احنا يعني بنقول حاجات زياده، لكن ممكن في حاجات البنات التجمع ده بتبقوا حريصين ان انتوا تلموا فيه الاصدقاء والاهل وكمان احنا خلاص احنا كبرنا عارفين بعضينا، لكن انا بحب اشوف الاجيال التانية تعرف بعضيها. غالبا هو التجمعات دي انا اللي بستفيد منها برضو. فيها الاكلات اللي انا ما بعملهاش دايما. انا بعمل يعتبر انا عندي 3 اجتماعات، السن بتاعنا وسن الشباب بتاعك وسن الاحفاد، فالثلاثه بيتجمعوا في يوم واحد معايا. ده جميل. بس لسه يعني كلامنا عن الاصدقاء طبعا عمره ما هيخلص، لكن انا عايزه اقول حاجه. الاعلام والسوشيال ميديا والدنيا كلها بتيجي قبل رمضان او مع دخول الشهر الكريم، دي مصر بتستهلك 3 مليون معرفش كام على اللحوم، مصر بتستهلك 5 مليون معرفش ايه على البقوليات، مصر بتستهلك ايه، ويقعدوا ينصحوا بانه مش شهر اكل وده شهر عباده وكذا 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 وكذا. انا عايزه اقول حاجه مختلفه عن كل اللي الاعلام بيقولها. الاستهلاك بيزيد والتكلفه بتزيد وحاجه الناس بتزيد في رمضان، مش نهم زياده من الناس او حد بياكل اكل لقمه زياده عن اللي بياكله او تفاصيل حتى من الشعب. الاسر الميسوره الحال فعلا استهلاكها بيزيد، لان هم مش بيجيبوا لبيوتهم بس، مش بيجيبوا لاسرهم بس، بيجيبوا لبيوت تانية كتير، بيجيبوا لناس كتير معتمدين على انهم يجيبوا لهم حاجة رمضان. انا عايزة اسأل ضيوفي على استهلاك رمضان. انتم موافقين على اللي الاعلام بيقولوا ان فعلا الاستهلاك بيزيد والنهم بيزيد والشراهة بتزيد والكلام ده كله، ولا ايه؟ رمضان مثلا، استعدادك لرمضان الكريم. بصي حضرتك اساسا احنا الشعب المصري للاسف الشديد ينقصه الثقافه ديت لو موجوده في الشعب المصري اساسا كل شهر في السنه يبقى شهر رمضان. بمعنى النهارده لو الانسان المقتدر يقدر يساعد حد فبالتالي هيساعده على مدار السنه مش في شهر رمضان بس. تمام. لكن للاسف الشديد ان احنا بنتخذ شهر رمضان هو الشهر الوحيد اللي فيه الناس تصوم وتصلي وتشوف ربنا وتعمل الموائد والكلام ده. ما انت ممكن تعملي المائده دي طول السنه، مش شرط تبقى في الشارع، انت ممكن تعملي حاجات خيريه وتوزعيها طول السنه لان الناس الغلابه موجوده اساسا، ما هياش بس موجوده في شهر رمضان. معترضه ان يكون ده في رمضان بس. انا معترضه ان يكون ده في رمضان بس، واوريدي احنا الحمد لله احنا بنعمله كل ما ربنا بيقدرنا عليه. سفرتك هتجمع في رمضان ان شاء الله، هتجمع الاصحاب والاهل واللي محتاجين الحمد لله. لان احنا هي بس الحاجات بتزيد في رمضان ليه بقى؟ بالنسبه ان الاعلام بيضخم الموضوع، هي نفس الكلام.
هي بتزيد عندي شويه، لكن هي مش بتزيد كتير لان انا اوريدي كده طول السنه الحمد لله. بس في شهر رمضان بتزيد شويه. ليه؟ لان بيبقى فيه يعني حاجه اكتر، بتبقى بقى الحارس العماره بقى كم واحد او كم واحد موجود، بتنزلي فطار كل يوم ليهم، فتبقي ملتزمه زي ما انت بتاكلي بتاكليهم، بتكوني ملتزمه بنفسك. ده شيء طبيعي. دكتوره ناهد، رمضان مش عارفه يعني رمضان بالنسبه لي حاجه تانية خالص. ايه؟ انا رمضان بالنسبه لي مش اكل، يعني مش موضوع اكل. انا ممكن اشوف زي ما قالت مدام كريمه ان انا ممكن اشوف حد يكون فعلا محتاج، حد كذا، مش موضوع اكل. اصل كل الناس هتدي اكل، كل الناس هتدي اكل، لدرجه انا بشوف ناس من كتر الاكل اللي عندها مش عايزين يعمل لي كده شكرا خلاص، ان هو اوفر، يعني هو عنده كتير، حضرتك نزلتين وانا اللي جبت له وده. انا اتمنى يبقى رمضان يقول لك ايه، يعني افق جديده، تعالوا نعمل رمضان بثقافه جديده، بثقافه ان احنا نساعد بعضنا وبعض الناس اللي محتاجين ايه غير الاكل. ما هي شنط رمضان كمان دي وجهه نظر ولا شنط ولا وجهه نظر لا خلاص جديده، وجهه نظر جديده كفايه. ما احنا ممكن نشوف، احنا حضرتك مثلا في منطقتك وانا في منطقتي ممكن نشوف في عائلات بتبقى فعلا محتاجه حاجات مخصصه للاطفال، هم اولادهم في مدارس، جهاز عروسه كده. انا ممكن اعمل حاجه كده، بس مش موضوع ان انا ادي اكل 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 وادي بقى شنط رمضان وشويه عصير. في ناس في ناس كتير ادت. انت بتشوفي اساسيات اهم. اساسيات اهم، يعني قصدك ان هي ثقافه جديده. طبعا. طيب هي دكتوره ناهد قصدها في يعني انت اديتي اكل ودي عملت شنط ودي عملت كذا ودي عملت كذا، هي باصه عندها اتجاه جديد. طب كلميني عنه دكتوره ناهد. انا الاتجاه الجديد ده انا مش بقول ان اتجاه جديد، على فكره في ناس كتير برضو فكرت زيي، لان احنا ما شاء الله كام مليون بيفكروا ان الموضوع مش اكل، يعني الموضوع مش اكل. انا اهم حاجه عندي ان انا احس ان ممكن ساهمت بحاجه بسيطه، مش هقول كام، حتى لو جنيه 100 جنيه واتيفر، في جهاز طفله بنوته حلوه عايز تتجوز، عايز تتجهز، تكون يتيمه او هي شايفه ان ده بالنسبه لها افيد من انك انت تجيبي لها شنطه رمضان. يا مدام سوسن الاكل ايه ده؟ انت لو كلتي جبنه وبطيخ وتقولي الحمد لله وعندك القناعه ربنا كانك اكلتي ديك رومي، مش بالاكل. ايوه بس انت بتقولي كده علشان يعني شهر رمضان الغلابه بينتظروا ليه؟ عشان الاكل والشرب اكتر. انا بعترض، لكن انت طول السنه بتعملي الثقافه. لا في دكتوره ناهد غلابه في ولا تابة على الارض الا على الله رزقها. عموما انا بتكلم في حته هي بنعملها طول السنه، عندها اتجاه الثقافه دي احنا بنعملها طول السنه. ايوه بس تعالي نزودها بقى ثقافه ان انا اجهز، ثقافه ان انا اعلم، ثقافه ان انا يعني انت شايفه ان انت تحطي مبلغ. يا كريمه هانم بتتكلمي عن نفسك دلوقتي. مش انا. ايوه لا انا حضرتك ما انا مش داخله لوحدي. ماشي انا داخله مع بعض مجموعه والحاجات دي. الله يخليكي. نفسي بقى ايه الموضوع يبقى على العام، نحاول نعمل فكر جديد، يعني ده قصدي. يعني ناهد يعني انت شايفه ان انت تحطي مبلغ تجهزي بيه عروسه اولى من انك انت تعملي بيه مثلا شنط رمضان؟ طبعا بكتير. كريمه الفايز. لا انا اعمل شنط رمضان واعمل كمان افطار رمضان مع الشنط، وكده كده انا طول السنه شغاله في المواضيع. طيب خلاص هي بتعمل الاثنين. يعني انت بتعملي عندك برضه على في شهر رمضان. انا بحاول اجيب الناس، انا بحاول اجمع الناس ان هم اصلا ممكن يكون مش كلهم عندهم القدره ان كل شهر ممكن يجهزوا او يساعدوا بجهاز. لا انا بقول لهم بلاش يا جماعه، فكروا في حته بعيد عن الاكل وتعالوا نخش في حته ثانيه جديده. ده اللي هو مخير بين حاجه من الاثنين. مخير عايزه ايه حاجه. احنا عندنا في مصر، ما انا لسه كنت بقول لحضرتك الثقافات تختلف. احنا عندنا في مصر قد ايه الغلبان ده حتى ولو اللي بتساعدك في البيت بتفرح بشنطه رمضان قوي، بتفرح بعلبه الكعك قوي في العيد. ما ده اكل بس هم شعب اكل يعني احنا شعب حبينا نحتفل احنا معظمنا كريمه انا بقول زي ما غيرنا الشهر ده بس. اتفضلي. زي ما غيرنا ثقافتنا في الكهرباء
وفي الاكل وفي البصل وفي الثوم وفي الميه. دلوقتي لما الحاجه غليت ابتديتي تمشي ورا اولادك وتطفي الانوار. ده اللي انا عايزه اسال. لا ديت انا اساسا بعملها من زمان. بتكلم عليكي بالظبط. كل انا مش علشان التوفير كمان. حضرتك نسمع بعض عليكي يعني بصفه عامه. انا بتكلم عامه. دلوقتي 70% من رجال مصر بيعملوا كده. خليني اسالك السؤال بقى. غلاء الاسعار اللي احنا بقينا فيه فعلا غير ثقافتنا وخلانا بقينا بنفكر. يعني احنا كنا بنرمي بواقي الاكل زمان مش كده؟ تفتكروا احنا ممكن نعمل ده دلوقتي؟ لا خالص. لا احنا نقول لك يعني انا دلوقتي عن نفسي لو البصله فات منها حته بتحطيها في الثلاجه. بحطها في كيس وبحطها في الفريزر. بتعملي كده كريمه؟ مش عيب. لا انا ما بعملش كده لان انا بجيب حاجتي على قدي، بس انا عايزه بتجيبي على قد يعني ما في بصل صغير فيه بس انا عايزه استغل حته الغلاء دي. ايوه. واوجه كلمه صغيره بعد اذن خلال برنامجك للشباب. اتفضلي. انا بقول للشباب انتوا ثروه البلد ديت، يا ريت تستغلوا الايام المفترجه اللي جايه ديت. ليه انتوا كشباب ما بتفكروش تعملوا انكم انتوا تجيبوا الخضار كبنت او ولد؟ انا بتكلم على الشباب ككل، وتنتجوا انتوا الكلام دوت وبلاش تنتجوا حاليا لان احنا لسه بنبدا في الانتاج. ليه انتوا ما تجيبوش الخضار والحاجات ديت وتنظفوها وتبيعوها في الشهر الكريم ده؟ طب ما في مشكله هتقابلهم. يعني في بنات حاولوا يعملوا عربيه مش عارف ايه الرخصه لا ما هو في ناس بتتفق مع السوبر ماركت وبيحطوا اسماء يعني خضروات، يعملوا خضروات جاهزه للطبيخ علشان يساعدوا سيدات اللي هم الموظفين، السيدات الموظفين ان هم يلاقوا الحاجه بتاعتهم جاهزه تقوم تبقى سهل عليهم. بمنتهى الصراحه كريمه الفايد، لو بنتك قالت لك ان هي تعمل مشروع زي ده من البيت هتوافقي ولا هتقولي لها ايه ده؟ انا بقول لها من دلوقتي اعملي مشروع من البيت يعني توافقي، وعن طريق الجروب بتاعك برغم ان هي خريجه كليه اعلام معد برامج. هتوافقي؟ اوافق طبعا. اي يدخل صح اوافق. لو اولادك او بناتك او مراتات ولادك قالوا لك هنعمل كده من البيت اي حاجه تشجعيهم. شايف لازم كل ام وكل اب يشجع حتى يدفع من جيبه، وبعد كده حتى لو خسر كفايه انه ليه شرف المحاوله. ما بقاش في امكانيه دلوقتي ان ما بقول لا حتى لا حطي لازم حضرتك انسانه يعني تجاريين دايما يقول لك شويه ريسك. الله ويمكن ربنا بتبتدي حاجه صغيره ربنا سبحانه وتعالى بتكبر. يعني عارفه هي حسب بالنسبه وزي ما تفرحي بالمكسب ما تزعليش من الخساره. انتوا بتقولوا ده لان انتوا كبرتوا في السوق، لكن الشباب الصغيرين اللي انتوا بتطلبوا لنا شباب، احنا كنا شباب كنت سعيده وجرينا طبعا. ياما غمرت في وقتي وفي فلوسي وفي كل حاجه، غمرت ببيتي كمان. يعني وانا النهارده لما كنت اسيب بيتي واسيب ولادي واقعد اليوم كله بشتغل، وبعدين انا بشتغل فين؟ بشتغل في الصحراء صيف شتاء. انا بمد كابلات وبمد اعمده اناره وبمد هوائي، يعني كهرباء. انا شغلي كله كهرباء في الصحراء، ومع ذلك عندك وقت للصداقه والاصدقاء والبيت واللمه، عمل سياسي وعمل عام وطول اليوم مش فاضيه، ومع ذلك عندك وقت للصداقه وللمه. لا مدام سوسن احنا سبحان الله الاجيال اللي لسه فيها عندها ثقه في نفسها وعندها ثقه اول حاجه في ربنا، والاجيال بتاعتنا دي عايزه تشوف كل اللي جاي حلو. احنا بنعمل لاولادنا ولاحفادنا، واهم حاجه ان كل الشباب تبقى عارفه مفيش حاجه اسمها لا ما مش هنجح. عدم التفاؤل ده هو اللي جايب المصيبه الكبيره في البلد دي. هو مش عدم التفاؤل، هو غلط مننا احنا من جيلنا احنا ان احنا ادينا للشباب حريه وعدم المسؤوليه. احنا على ايامنا كان دلعنا طبعا. ليه بقى دلعنا؟ احنا ايامنا كان في مسؤوليه بس كان في امان في البلد. كان الجار يخاف على جارته ومش هو اللي يعاكس جارته، كان هو اللي يمسك اي حد يعاكسها بقى. انما النهارده الشباب النهارده احنا خايفين عليه. لا على فكره لازم نوصلها. على فكره لا انا اتغيرت ولا الاخلاق اختلفت. لا القيم ما بتختلفش، انما لا في الاخلاق اختلفت تماما. لا معلش مدام كريمه، الاخلاق اللي اختلفت دي علشان في ناس كانت قوقعه
جواه وطلعت وخرجت. تعالي بقى هذه الشباب الشباب عندهم القيم، مين؟ اللي طلعوا من القوقعه لا اكتر من اللي عندهم. هتغير لنا موضوع الحلقه، موضوع الشباب والاخلاق والقيم حلقه لوحدها طبعا. لا على بعض ننزل حلقه ثانيه للاخلاق بس والشباب. في الاخر الخير موجود في الدين. طبعا. عايزه اقول كلمه بقى باذنك، ان عايزه اقول لكل ام مصريه وكل شاب او شابه مصريه ان في حاجه مهمه جدا، الغلا والاسعار. احنا كامهات في البيوت او زوجات لسه بنات صغيره لسه عرايس جداد خدوا فكره ان ازاي اعمل حاجه اسمها ترشيد استهلاك، وده مش عيب. بدل ما يجيلك الفاتوره 200 جنيه ممكن تجيلك 70 جنيه حاجات بسيطه. ده حلقه لوحدها دي عايزاكم فيها، ما تحرقها ليش. معانا الطاقه كلها. عايزه اقول لك ان السيدات فعلا هم فعلا في الاقتصاد، لان هي بتقتصد في بيتها، بتقتصد في عملها، بتقتصد في وقتها. فسيدات فعلا. وانا مش هرشح نفسي، انا هرشح نفسي وزيره اقتصاد. ده انا هاخد منك خبر اهو. انا فكرت ارشح نفسي. كريمه الفايد، عايزه كلمه منك في ودن كل صحباتك، طلب تطلبيه منهم او امنيه او انت عايزه تقول لهم ايه؟ انا عايزه اقول لهم ان الصداقه والصحوبيه دي حاجه كبيره جدا، ده كنز ولازم تحافظوا عليه، لان الايام اللي مشيت من عمرنا مش راجعه تاني. فايامكم قلائل ما فيهاش غير لحظه سعاده، اقتبسوها وبلاش ان انتوا تنفسنوا على بعض، لان في الاخر كلنا رايحين لمكان واحد وكلنا هنتعادل فيه. ناهد عيسى، كلمه في ودن كل صحباتك هيسمعوها في وقت واحد. بحب قوي كلمه ناهد عيسى دي، بحس عايزه اقول لكل صحباتي كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله يبقى رمضان كريم عليكم، ومش رمضان بس، كل السنين كلها كريم عليكم. بس كل صديقه ليا اتمنى ان هي من جواها يبقى عندها حته التفاؤل، اللي هي لانها ست البيت وهي الاسره وهي في كل حاجه، هي اللي حديثه التفاؤل لاولادها، لزوجها، لاصحابها، في حياتها. تفائلي، ربنا دايما بيحب المتفائلين ودايما المبتسمين. انا كمان عايزه اقول كلمه لكل صحباتي، اتقوا ربنا فيا عشان انا بتقي ربنا فيها. شكرا دكتوره ناهد زفون، شكرا مهندسه كريمه الفايد. حلقتنا النهارده خلصت وكلامنا النهارده خلص، لكن موضوعاتنا عمرها ما بتخلص. اي حد عنده قصه مهمه او قصه شيقه او مشكله او اي موضوع ويحب يكون ضيفي في برنامج واي نوت، يكتب لي على صفحتي على الفيسبوك. اشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم واي نوت. باي باي.